من بعد سنوات ديال الحرب والقتال رفقة المنتخب الوطني المغربي، الكابيتان رومان غالب سعيد كيعتزل دوليا. كانت آخر مشاركة هي كأس أفريقيا اللي ما مشاتش كما بغاو كما بغينا كاملين. اللاعب اللي تقاتل معنا في كأس العالم تاع 2018، كأس كوت ديفوار وكأس المغرب وكأس أفريقيا 2019، كان عنصر الخبرة في المنتخب الوطني المغربي. اليوم كيخرج بتدوين على انستغرام وتيقول فيها: اختتم اليوم أجمل فصول مسيرتي الكروية بعد تفكير عميق، وأعلن اعتزالي اللاعب الدولي. سيظل ارتداء قميص المنتخب المغربي وقيادته أعظم شرف في مسيرتي. بالنسبة لي هذا القميص يتجاوز حدود الرياضة، إنه قصة جذور وعائلة. في كل مرة أرتديه شعرت بثقل المسؤولية، ولكن قبل كل شيء بفخر لا يوصف. لطالما حلمت بهذه اللحظة منذ صغري، لطالما بذلت كل ما في وسعي من أجل هذا العالم وهذا البلد الذي منحني الكثير. بحبي لوطني واحترامي لشعبي. وشكر جميع اللاعبين الزملاء ديالو في المنتخب الوطني المغربي، وشكر الطاقم الطبي والمدربين اللي دازوا. شكرا جزيلا لكم أيها المشجعون المغاربة، دعمكم الثابت هو القوة